بيبدأ ملخصنا مع جيك لاعب قمار سابق واللي قضى 7 سنين في السجن عشان جريمة هنعرفها بعدين. بس اللي بيأكد لنا جيك عليه انه خرج من السجن وهو متعلم كتير وناوي على حاجات اكتر. اولها انه بيروح مع اخوه بيلي المحل الراجل اللي سجنه عشان يرجع حقه، واللي بيكون عبارة عن نادي ضخم وفيه صالات للقمار. ورغم ان بيلي اخوه ما كانش عايز يتعامل مع ماكا الشخص الشرير، الا ان جيك فكره ان هو كمان له دين عنده وهو عارف هينتقم ازاي، لان اكتر حاجة توجع الراجل هي الاهانة وخسارته لشوية فلوس. بيوصلوا للنادي، ولكن مع دخولهم كل الامن بيبلغ بعضه ان جيك رجع، وبيبلغوا بول دراع ماكا اليمين عشان ياخد حذره. اصلها باينه هو مش راجع عشان يسلم عليه، ده بينهم طار بايت ولازم يصفيه. المهم ان جيك بيقعد على ترابيزه علشان يلعب، ولكن بول بيدي امر لكل الترابيزات ترفض تلعبه، لان جيك مش سهله ابدا، ده عقليه خطيره في القمار واللي بيلعب قصاده خسران بدون نقاش. بس ماكا بيؤمر بول يجيبه له فوق، ورغم خوف بول الا ان ماكا صمم انه يطلع وبعت له رجالته. ولكن جيك ما كانش عايز يتحرك لحد ما اخوه قال له ان الراجل مديه الامان ويسمع منه، فبيقوم معاهم. ولكن اول ما بيشوف الاسانسير بيخاف لانه بيفكروا بالسجن، وقال لاخوه انه مش طالع فيه، بس بلا اقنعه عشان مش هيطلع 13 دور على رجله، وكمان الناس واضح انهم مش ناويين على الشر. فبيركب معاهم، ولكن طول الوقت كان بيعرق وحاسس بالخنقه، ورغم ان ما مرش اكتر من دقيقتين الا انهم عدوا كانهم ساعه. طلع لفوق وكان هناك ترابيزه متجهزه للشخصيات التقيله، ولما ماكا بيشوفه بيخلي واحد منهم يقوم وبيقول له يلعب، فبيفكروا ان اللي هيكسبه هيطلع بيه، وماكا بيوافق وبيلعب مع جيك وبيكسبه فعلا. وكان ماكا مصدوم ورافض انه يمشي، ولما بيلي حس ان ماكا مش ناوي على خير قال لاخوه يسيب الفلوس، بس رفض وقال لماكا لعبه اخيره تضاعف المبلغ واخده او ان اخسر واسيب حتى فلوسي، وبيوافق. ولكن بنشوف جيك بعدها بيعد فلوسه عند الخزنه، وده معناه حاجه واحده بس، انه كسب. لكن وهو خارج شخص بيديه كارت وبيقول له خلي بالك لانك ما بقتش في امان واحنا هنساعدك، وده لان ماكا مش هيسيب واحد زيه ياخد مبلغ كبير زي ده ويعيدها بالساهل. بس فجأة جيك بيغمى عليه وبيقع من على السلم، ولما بيفوق بيلاقي الأطباء حواليه وبيعرفوا إنهم مش عارفين سبب الإغماء إيه، لكن عملوا له شوية فحوصات وتحاليل هتطلع كمان كام يوم. فبيسألوا لو ينفع يرجع البيت، وبيقولوا له طبعا لأنه كويس حاليا. بيرجع البيت مع رجالته، بس اخوه بيلي كان رجع بيته، واول ما بيجي يفتح الباب بيشوف كارت قدامه فبينزل ياخده. والصدمه لما بيلاقي نار بتنضرب عليه هو وحراسه، اللي واحد منهم بيموت برصاصه والتاني بيأمن جيك لحد ما بيركب العربيه، ولكنه بيموت. بس الراجل اللي اداله الكارت في النادي وهو رين ظهر وضرب نار على اللي بيحاولوا يقتلوه، وقال لجيك يركب بسرعه قبل ما يموت. وعند سورتر بيكون متضايق لانه قناص محترف ومش عارف ازاي غلط ومعرفش يصوب على جيك. ولما ماكا بيعرف بيكون مصدوم ان سورتر فلت جيك منه. نروح بقى لجيك اللي اخدوا رين لشريكه افي، واللي عرفوا عليه بانهم هيساعدوه. عرفهم افي ان تقارير المستشفى الخاصه بيه طلعت، واللي بيتاكد ان عنده مرض خطير وهيموت كمان 3 ايام. جيك مش بيكون عايز يكمل اصلا، بس افي بيقول له يسمعه بعدها يقرر. اول حاجه عرفها له انهم انقذوه مره من غير مقابل، بس المرات الجايه هيكون ليها حساب. وتاني حاجه لو وافق انه يبقى معاهم عشان يحموه من ماكا هياخدوا كل فلوسه، وكمان هيرد على اي سؤال ليهم من غير نقاش. وعنده 3 ساعات يقرر فيهم، لان الوقت مش في صالحه ويقدر يتشاور اكتر من دكتور قبل ما يقرر. بيطلع جيك على المستشفى والطبيب بيتاكد له ان التقارير صح للاسف، ولما بيروح لطبيب تاني بيقول نفس الكلام. ولكن جيك بيفكره متفق مع اف ورين وهدده بالسلاح عشان يعترف، بس الطبيب مش عارف هو بيتكلم عن مين. بعد ما بيتاكد ان التقارير صحيحه بيروح يسحب فلوسه من البنك وبيسلمها لافي. اما ماكا بيقابل سورتر وبيقول له انه عايز يرجع يخلص على جيك ومش لازم يفشل المره دي. نرجع لجيك اللي بيروح مع افي لرجل اعمال معروف طلب منهم فلوس، ومن كلامهم سوا بيفهم انهم مرابين بيسلفوا الشخص فلوس ويردوها بالفايده، ولكن بيكون شغلهم خطر عشان اللي مش بيدفع بيموت. وبيدوا الفلوس للشخص وبيعرفوا انه لازم يرد المبلغ في اليوم اللي اتفقوا عليه. وهم راجعين في العربيه افي بيقول له عرفني بدايتك مع ماكا، فبيحكي ان ماكا كان له 3 رجاله مسميهم مجموعه ايدي، ودول اللي كانوا بيراقبوا صالات القمار ليه، ولما عرفوا انه بيلعب كويس طلبوا منه ينضم ليهم، ولكنه رفض. بس ده خلاهم يهددوه باخوه بيلي وعيلته وبنته الصغيره، فقبل وقال يجرب مره. واول لعبه فاز فيها، بس المنافس له قال له كلمه وحشه وجت على كرامته فما قبلهاش وضربه بالنار، والدنيا ولعت بعدها والنور انطفى والفلوس اختفت وهو اتقبض عليه. وكانت الشرطه عايزه تخليه يعترف على ماكا بس رفض، لانهم هددوه باخوه ومراته اللي للاسف ماتت بسبب طلقه طايشه. فخاف على اخوه بنت اخوه قرر انه يسكت، فالشرطه حبسته 7 سنين. وبعد كده عارف ان مجموعه ايدي خانت ماكا فخلص عليهم. بنشوفهم بعدها وهم عند رجل اعمال تاني وبياخد منه الفلوس.
الفلوس لانه مش عارف يقبض الموظفين بسبب ظروف مصنعه الوحشه. اخر اليوم بيوصل رين للفندق اللي هيقعد فيه وبيقول له يستنى تليفون منهم. اما عن ماكا فبنشوفه هو وبول عند واحد اسمه سام جولد، واللي يعتبر اخطر رجل عصابه عرفوا التاريخ، ومش كتير يعرفوا شكله لانه مش بيقابل حد خالص، وكان ماكا منتظر يقابله عشان يعقد معاه صفقه ممنوعات. بس اللي بتقابله هي ليلي ووكر سكرتيرته ودراعه اليمين، وعرفت ماكا ان كتير نفسهم يشتغلوا مع جولد وهو واحد منهم، ولو هيوافق على اللي هتقوله فهتكمل الصفقه. واهم حاجه من الاتفاق ان جولد مش بيسامح في الغلط ولا عنده فرصه تانية، يعني اي خيانه او تقصير في توريد الفلوس يترحم على نفسه. ماكا بيقول لها انه هيكون عند حسن ظنها فبتؤمر بتسليمه الممنوعات، وكان ماكا هيموت من الفرحه. تاني يوم جيك بيقابل افي ورين وبيديهم جزء كمان من فلوسه، ولكنهم بيسالوه عن مده سجنه. بيعرفوا ان كان قدامه اختيارين، الاول يتسجن في سجن عاد 14 سنه، والتاني في انفرادي 7 سنين. وطبعا اختار ال7 سنين، وكان له صديقين بس بيتواصلوا مع بعض من خلال الكتب، واحد منهم محتال محترف والتاني لاعب شطرنج ماهر، وعلموا اللعبه عن طريق قوانين حطها في ظهر الكتب اللي كانت بتتنقل ليهم. وفي يوم قرروا يهربوا وياخدوه معاهم، بس الخونه سابوه هربوا هما، بس للأسف كانوا عارفين عنه كل حاجة، ولما خرج اكتشف انهم سرقوا فلوسه وكل مدخراته، عشان كده كان لازم يلاعب ماكا ويعوض خسارته. بيعدي اليوم بعدها وجيك بيسلم فلوس وبياخد عقود من ناس، وكان هينهار من التفكير ليه مش بياخدوا الفلوس منه مرة واحدة، ليه مصرين ياخدوها واحدة واحدة كأنهم بيعذبوه، بس هو فاكر نفسه هيموت اصلا فخلاص مش فارقة معاه. بنشوفه بعدها وهو بيحصل فلوسهم من واحدة عجوزة، فبيتصل على افي وبيعرفوا ان الست مش عندها حاجة، دي محتاجة مساعدة. بيقول له خد التلفزيون، بيقول له بايظ، خد الكلب لا بيساعد الست، خد العفش ما عندهاش. جيك بيقفل معاه، ولما الست بترجع له بالقهوة بيديها فلوس وبيمشي. ولما بيرجع لرين بيقول له انه كده مش نافع معاهم، ده شغلهم ولازم ياخدوه حاجة بداله، فبيعرفوا انه مش هيقدر يعمل كده في ست عجوزة. وبعدين لو صبروا شوية ايه اللي هيحصل؟ في الوقت ده كانوا بيسرقوا خزنة ماكا وبيهربوا، ولما ماكا بيعرف بيسأل بول مين سرقها وازاي قدر يحرك خزنة كبيرة زي دي، وبيسأله لو فيها فلوس كتيرة، بيقول له لا بس فيها مصيبة لان بضاعة جولد فيها. بينهار ماكا وبيقول له يا اخي كنت خلص عليا احسن، انت عارف البضاعة دي هتكون تمنها حياتنا، انت تجيب اللي سرقوها وفي اسرع وقت تجيب لي البضاعة غيرها. فبيقول له مستحيل حد يأمن لهم الكمية دي بسرعة، بيقول له يتصرف. فبيعرفوا ان جون هو الوحيد اللي يقدر يوفر لهم البضاعة، فبيقول له لا طبعا لان بينهم عداوة، بس لما بيفتكر اللي هيحصل له من جولد لو ما سلمش الفلوس بيقول له يروح له. فعلا بيروح له وبيكون جون مجرم زيهم ومش محتاجة ذكاء، يعني هيعرفوا اشكال نضيفة منين دول. المهم ان جون بيطلب ضعف سعر السوق، وبول بيقول له طيب لو عشان خاطري، هو انا ببيع طماطم هو ده السعر. بول بيقول له هعرف ماكا وارجع لك، ولما بيعرف ماكا بيتصدم من الرقم، بس بيقول له يشتري، وبول بيعترض. بيتعصب عليه ماكا بيقول له ان جولد هيخلص عليه لو اتاخر، يعني هو بيشتري حياته باللي هيعمله، ولما يوصل لبضاعته يبقى يعوض الخساره. بيرجع تاني لجون وبيتفق معاه على ميعاد يتقابلوا فيه للتسليم، وبيكون في فندق. بس افي ورين عرفوا ميعاد التسليم وراحوا للفندق عشان يسرقوا البضاعه وكمان الفلوس. وبنعرف ان ماكا كان ناوي على غدر اصلا ويقتل جون وياخد البضاعه. في الفندق كان كل طرف مستني الوقت المناسب للتسليم، بس جيك وعصابته بيضخوا غاز منوم جوه انابيب التهويه، فبينام كل اللي في الدور وبيسرق قفل البضاعه والفلوس. لما العصابه بتفوق طبعا بيمسكوا في بعض، وكل واحد بيتهم التاني اللي هو اللي سرقه، لدرجه انهم خلصوا على بعض الا شويه، ومنهم جون اللي فضل عايش. عند ماكا كان هيتجنن ازاي ده يحصل وخسر فلوسه وبضاعته، وده معناه ضياعه. اما جيك كان سهران مع افو وبيعلمه اصول اللعبه وازاي يقدر يفوز فيها بسهوله، بس بيجيله تليفون من بيلي بيحذره من الجماعه اللي ماشي معاهم لانهم خطر. وبعدها بيروح المدن وبيطلبوا فلوسه، بس مش بيكون معاه يسدد لسه، فبيقتلوا المساعد بتاعه كانوا هيخلصوا عليه. بس بيقرر افي ان جون اللي يقتل المره دي، بس بيرفض وبياخد المسدس منهم، وكان هيخلص على رين اللي هدده عشان يسيب الراجل يمشي، بس بيتفاجئ ان المسدس من غير رصاص اصلا. وافي بعدها بيضربه على راسه وبيغمى عليه. لما بيصحى في اوضته في الفندق بيلاقي اتصال من الطبيب اللي بيهنيه ان عدى اليوم التالت عليه ولسه عايش، فياريت يروح يعمل شويه فحوصات جديده. بيلي بيروح بعدها يزوره هو وبنته. اما جيك بيروح للطبيب اللي بيعرفوا ان حصل تبديل لتحليله لشخص تاني، وبيتاسفوا له لانهم غلطوا. بس جيك كان هيتجنن لانه سلم كل فلوسه الاتنين، ما يعرفش هو معاهم ليه اصلا. وللاسف وهو خارج كانت هتخبطه عربيه، وهو تخيل النتيجه اللي هتحصل بس لحق نفسه قبل ما تخبطه. عند ماكا بيجيله خبر ان جيك اللي سرق بضاعته، فبيبعت رجالته يخلصوا عليه. اما جيك بيرجع يسال افي ورين ليه كدبوا عليه، فبيعرفوه ان هو اللي عنده السبب، والاول يحل المشكله اللي هو فيها لان عصابه ماكا بتراقبهم من فوق.
وفعلا بيلاقي اللي بيهجم عليه وبيضربوا عليه نار، بس بيقدر يهرب منه بأعجوبة. بالليل بيروح لأفي وبيسأله هم ليه بيعملوا فيه كده، ولكنهم بيسألوه عن مجموعة ايدي والمرة دي لازم يقول الحقيقة. بيعرفهم جيك انهم ماتوا بسببه لانهم كانوا طماعين، ورغم انهم شغالين لحساب ماكا اللي قرر يخلص عليه، الا ان جيك بمجرد ما قدم لهم سعر اعلى باعوا ماكا، وكل شهر كان لازم يكون في راس مال عشان يكملوا الاستثمار، ولكن كل مرة كان لازم يكون الاستثمار اكبر. وطبعا الثلاثة احتاجوا لفلوس واستلفوا من ماكا، وجيك فضل شهرين يديهم الفلوس، بس اخر استثمار كان اقوى وكبير واخد كل فلوسهم وفلوس ماكا طبعا. وهو هرب راح روق على نفسه هو واخوه وبنته، وسابوا دول تحت ايد ماكا اللي ما رحمش حد منهم، وفضل يضرب فيهم عشان يعرف فلوسه فين. ومع التعذيب اعترفوا على جيك، ولكن ماكا برضه خلص عليهم لانهم خانوه قبل ما يسرقوه. نروح لماكا اللي بيجي له واحد من رجالته يعرفوا ان جيك هرب منهم للمره الثانيه، فبيتعصب وبيقول له اشرح لي هرب من مجموعه زيكم ازاي، اصله ما يعرفش انهم طلبوا بيتزا. المهم السورتر بيكون موجود وبيلاحظ واحده من الويتر مش مظبوطه، وفعلا بتضرب نار على ماكا اللي بيستخبى بسرعه، بس سورتر بيخلص عليها وبعدها بيخرج بره يخلص على اللي معاها. ولكن البنت كان لسه فيها الروح، وبنعرف انها تبع جون اللي بعتها تنتقم من ماكا، وضربته رصاصه في صباعه، ولكن هو بيقدر يخلص عليها. وبيخرج بره بيلاقي سورتر خلص على رجاله جون وبيقول له يخلص على جون الليله، وفعلا بيروح له للنادي الخاص بيه وبيخترق الامن اللي بيدخل يخلص عليهم من قبل حتى ما يلحقوا ياخدوا بالهم من دخوله. بعدها بيستخدم كاميرات المراقبه عشان يتخلص من جون ويخلص عليه وسط رجالته اللي مش بتعرف حتى الضرب جاي لهم منين. نرجع بقى لجيك اللي بيساله افي ناوي يوقف اللعبه دي امتى، فبيقول له مش انا اللي بداتها، بس بيفاجئوا افي ان جولد ان الكل خايف منه مش موجود اصلا غير في الخيال وعامل لهم رعب، وهو الوحيد اللي يبقى في امان منه لان هو جولد اصلا. وبيعرفوا انه بينكر انه بيقوم باكتر من دور عشان ينتقم للي حصل له زمان، يعني عنده انفصام في الشخصيه. بيتعصب جيك وبيسيبهم وبيروح ياخد فلوس البضاعه اللي باعها وبيتبرع بها باسم ماكا اللي بيروح له لحد سريره. وماكا ما كانش دارب اللي بيحصل، ولكنه صحي على خبط جيك على السرير، وكان مستغرب انه ساكت وما خلصش عليه. بس جيك بيفضل يكلم صوت في راسه، واحد بيقول له اقتله والتاني بيطلب منه يسامح وينسى وما يسيبش عقله يتحكم فيه. وبيفضل في صراع مع عقله لحد ما بيقرر انه ما يقتلش ماكا اللي بيتاسف له لانه اتبرع بفلوسه وبيمشي بعدها. ولكن بيفضل في الاسانسير، والاول مره مش بيخاف منه وبيقرر يواجه مخاوفه وبيكلم عقله اللي عمل له شخصيه جولد واللي عايزه يبقى مجرم وينتقم من الكل. ولكن جيك بيتخانق معاه وبيعرفه انه مش هيخضع ليه ابدا، وبيقدر يتغلب على عقله الباطن. وبيتفاجئ بماكا جاي عايز يخلص عليه، بس بيتصدم ماكا لما بيلاقيه هادي ومش خايف منه، وده بيعصبه وبيخوفه ومش بيقدر انه يقتله، لكنه مش بيستسلم. وتاني يوم بول بيوريه جريده وبيعرفه ان اسمه عليها لانه اتبرع بمبلغ كبير للايتام، وده طبعا اللي عمله جيك مش هو بس، المصيبه انها اتعرفت للكل، يعني جولد هيوصل له الخبر. وبيعرفه بول ان جولد هيطلب الفلوس بمجرد ما يشوف الخبر، فبيخاف ماكا وبيتوتر وبيأمره يجيب له جيك باسرع وقت. وفعلا بيروحوا البيت اخوه اللي لما بيحس بالخطر بيقول لبنته تستخبى في الدولاب، وفعلا بيكون رجاله ماكا والامن ما قدرش يواجههم. وبول بيسأله عن جيك فبيحلف له انه ما يعرفش، فبيدق مسمار في ايده وبيبدا يعذبه علشان ينطق. في الوقت ده كان ماكا في بيته بيعرفه السكرتير ان في ست عايزاه بره، فبيقول له ما تقولش اسمها، بس بيعرفوا انها ليلي، فبيخاف وبيلاقيها داخله عليه ومعاها ورد من اللي بيحضروه للميت. وبتعرفوا انه اتأخر عن سداد الفلوس، وهي حذرته ان جولد لا بيسامح ولا حتى بيدي فرصة تانية. بيتعصب ماكا عليها وبيقول لها انت فاكرة نفسك ايه، فبتقول له ان وقته انتهى وبتمشي. هو بيفول المصيبة اللي عملها وبيجري وراها عشان يتأسف لها، بس بتكون اختفت. نرجع لبول اللي كان بيعذب بيلي، ولكن بنته بتعمل صوت للاسف، وبول بيستغلها عشان يضغط على بيلي، بس سورتر بيقول له كفايه، فبيهدده ان لو ما سكتش مش هيتصرف معاه كويس. بيتعصب سورتر اللي بيدور رصاصه في راسه بيخلص عليه، وبعدها بيخلص على كل الامن، وبيطمن البنت بعدها وبيقول لها ان دي لعبه بين الكبار ولازم ترجع تستخبى تاني، فبيقول لها باباها تنفذ الكلام. اما سورتر بدأ يخلص على كل رجاله ماكا، بس واحد منهم اصابه في كتفه، بس كمل على باقي الرجاله. بس السواق لما سمع الضرب من تحت طلع وشاف اللي حصل وخلص على سورتر من غير ما يشوفه، وبياخد الطفله وبيرجع بيها لماكا علشان يضغط بيها على جيك اللي بياخد افي ورين معاه مقابله ماكا، بس بيعرفوه ان نهايه طريقهم سوا لحد هنا. فبيسالوا ليه، بيعرفوه انهم اصلا مش موجود، وان هم الصوت اللي كان بيسمعه في عقله جوه السجن، بس عمل منهم شخصيات حقيقيه، ولما سابوه قبل سنتين من خروجه عشان خافوا عليه يهرب ويضيع باقي عمره. يعني من الاخر كل اللي فيه وهم هو صنعه لنفسه وعاش جواه، والانتقام من ماكا هو الحقيقه الوحيده في حياته. بيطلع بعدها يقابل ماكا اللي بيهدده بالطفله، ولكن ثبات جيك وصمته خوف ماكا اكتر، وقال له ان جولد هيخلص عليه لو ما رجعش الفلوس. بس ماكا هو كمان اتجنن وبدأ يكلم نفسه، وشاف ان قتل البنت مش هيرجع فلوسه، لكن جولد ما يقدرش يقتل ميت، وبعدها انتحر عشان يخلص من العذاب اللي هو فيه. ولحد هنا بيخلص فيلمنا.